أيدخل في طوقك أن تعبدني مثلا؟ أعبد رجلا مثلي؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تمر على الأرض قرون وقرون، وتتغير الأرض غير الأرض بعد موت آدم عليه السلام. الأرض التي كانت تحمل الموحدين تئن الآن تحت وطأة الشرك الدنس، ويزحف النسيان على وصية آدم، وتزحف الخطيئة مع النسيان. فكيف ترك الناس كلمة التوحيد إلى عبادة الأصنام؟ فبعث الله تعالى رسوله نوحا عليه السلام لهداية قومه إلى عبادة الله الواحد ونبذ عبادة الأصنام، ويحذرهم من العذاب الأليم الذي ينتظرهم إذا هم ظلوا على فساد عقائدهم بعبادة الأصنام والتماثيل. وعلى العكس تماما من زوجات الأنبياء والرسل اللاتي تفانين في تأييد رسالات أزواجهن وسعين إلى نشرها، شنت واغلة زوجة رسول الله نوح حربا على دعوته، حتى ضرب القرآن الكريم بها وبشبيهتها امرأة نبي الله لوط مثلا للكافرين، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. صدق الله العظيم. لقد اختارت هذه الزوجة الضالة أن تكون جاسوسة على زوجها نبي الله نوح لصالح الكافرين بدعوته المحاربين رسالته، فلم تترك سرا في بيت زوجها إلا أذاعته بين أعدائه، ولم تدع فرصة للنيل من دعوته إلا استغلتها في تشويه صورة هذه الدعوة والتحريض على نبي الله نوح. قال نوح: اللهم إني أحمدك وأشكرك يا رب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعجب لأمرك يا نوح، ما رأيتك تفعل فعلا إلا وتحمد وتشكر هذا الذي تسميه الله. أفتعبد إلها غير آلهتنا؟ قال نوح: إنني أعبد الله وحده. وآلهة قومك؟ قال نوح: وهل رأيتني أحمد غير الله وأشكر غير الله؟ كلا وحق يغوث. يقول نوح: ومن يغوث هذا؟ فكأنك تسخر من يغوث يا نوح. يقول نوح: بل أدعوك لعبادة الله الواحد القهار لا شريك له. دعي ما عليه قومك من شرك وضلال، فإنهم ما يعبدون إلا حجارة لا تضر ولا تنفع. تريدني أن أترك عبادة آلهة آبائي وأجدادي؟ قال نوح: أولو كانوا على ضلال؟ إني أحذرك يا نوح، فأنت زوجي، فاحذر أن يلحقك شر من كلامك، فإن أهل المدينة لو سمعوا به لآذوك. قال نوح: لم أذكر لأحد بعد. وهذا خير لك، اكتم ما عندك. لم يكن نوح قد جهر بالدعوة، فقد كان ينتظر الأمر من ربه ليخرج إلى قومه بدعوة التوحيد. فلما جاءه الأمر الإلهي بالجهر بدعوته، خرج نوح على قومه غير مبال بما سيلاقيه منهم. اسجدوا لآلهتكم العوالي وقدموا لها القرابين، تقربوا إليها، اطلبوا منها حوائجكم واطلبوا منها العون. قال نوح: يا قوم، يا قوم. ماذا تريد يا نوح؟ ماذا بك؟ يقول نوح:
لقد جئت أدعوكم إلى عبادة الله الواحد الأحد. يا قوم، يا قوم، لا تسمعوا هذا المجنون. إنه زوجي، ويبدو أن لوثة قد أصابت عقله. ما هذا الذي تقوله يا نوح؟ تكلم يا رجل، فإنك فينا من يعرف الجميع مقامه ومنزلته. يقول نوح: أيها الملك، إنما بعثت إليكم لأردكم إلى عبادة الله الواحد القهار. تردنا؟ لكأننا كنا نعبد إلهك هذا وتركنا عبادته، فتريد أن تردنا إليه. يقول نوح: أوشكت أن تقول الحق أيها الملك بفطرتك. نعم، لقد كان آباؤنا الأولون يعبدون الله الواحد الأحد، ثم أضلهم الشيطان فانصرفوا عن عبادة خالقهم إلى عبادة هذه الأحجار والتماثيل التي تعكفون على عبادتها. ماذا تقول يا نوح؟ هل جننت؟ نترك عبادة الآلهة وتدعونا لعبادة إلهك الذي نجهله ولم نسمع به؟ ألم أقل لكم إنه قد جن؟ انتظري يا والغة. تمهل أيها الكاهن. يا نوح، ما أدراك بما تقول؟ من علمك هذا الكلام؟ يقول نوح: علمني ربي، الله الذي لا إله إلا هو. اسمه الله؟ له كل الأسماء الحسنى، فهو الرحمن الرحيم، الواحد الأحد، العزيز الجبار. هل تخوفنا بإلهك يا نوح؟ وكيف يقدر علينا إلهك؟ يقول نوح: جنوده ملء السماوات والأرض. هل ترون غير جنودي هنا أيها الناس؟ يقول نوح: أيها الناس، إني وحق ربي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أي يوم هذا يا زوجي العزيز؟ يقول نوح: يوم تبعثون من قبوركم بعد الموت، عندها توفون حسابكم. وهل قال لك إلهك هذا إننا سنبعث بعد الموت؟ عجبا، أنعود أحياء بعد الموت؟ إذن فقل لربك أن يعيد أبي للحياة من قبره. يقول نوح: إن لهذا وقت معلوم، يوم يشيب من هوله الولدان، يوم فيه عذاب عظيم. ألا شيء عند إلهك إلا العذاب؟ يقول نوح: وهو الرحمن الرحيم، ذو الفضل العظيم، يؤتي فضله من يشاء من عباده الصالحين. يا نوح، لقد كبر مقامك فينا، وكنت فينا مرجوا. يقول نوح: أيها الناس، إنما جئتكم بكلمات ربي. هكذا كان شأن امرأة نوح من دعوته، العناد والجحود، بل كانت ترصد حركات زوجها وكل من يدخل في دينه، فقد لامست دعوة نوح قلوب الضعفاء من قومه. فكان إذا آمن أحد منهم وانضم إلى ركب المؤمنين، انطلقت امرأة نوح وأخبرت به الجبابرة من قومها، فيقوموا بتعذيبه ليردوه إلى دينهم. كانت امرأة نوح أول من أعرض عن دعوته وأول من كفر به. يقول نوح: يا قوم، إنني أدعوكم إلى طريق الحق والنور. لقد أرسلني ربي إليكم لأرشدكم، لأنكم تركتم عبادته وعبدتم هذه الحجارة الصماء. حقا، هذا كلام معقول. إن هذه الأحجار لا تتكلم ولا تتحرك، فكيف تكون آلهة؟ إننا لا نراك إلا بشرا مثلنا يا نوح، وما اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وضعفاؤنا. عليك أن تطرد هؤلاء الأراذل من مجلسك، وساعتها قد نتبعك. يقول نوح: ما يكون لي أن أطرد الذين آمنوا؟ يا نوح،
أما آن لك أن تنتهي عما أنت فيه؟ انظروا لو كنت على حق لاتبعتك امرأتك، فهي أعرف الناس بما تقول. يا نوح، لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا. يا نوح، أما ينصرك ربك؟ يقول نوح: نعم. ومتى؟ يقول نوح: إذا فار التنور. يا قوم، وحق يغوث، إنه لمجنون، يزعم أنه لا ينصره ربه إلا أن يفور التنور. ومتى يفور التنور يا نوح؟ حقا يا نوح، متى؟ كي نستعد لهذا الحدث العظيم. يقول نوح: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. كان لنبي الله نوح 4 أبناء: سام وحام ويافث وكنعان. آمنوا بدعوة أبيهم عدا كنعان، فقد سار في ركب قومه وأمه الكافرة. يقول نوح: يا كنعان، يا ولدي، إني لك ناصح أمين، لا تتبع سبيل المشركين، اترك هذه الأصنام. يا أبي، لقد وجدناها منذ وعينا، ووجدها آباؤنا من زمن، فكيف نتركها؟ يقول نوح: ما كان يغوث إلا رجلا مثلي ومثلك، عاش من قديم الزمان، وأراد أهله أن يخلدوا ذكراه لأنه كان رجلا صالحا، فصنعوا هذه التماثيل على شاكلته. فلما طال العهد عمد الناس إلى هذه التماثيل فعبدوها. أيدخل في طوقك أن تعبدني مثلا؟ أعبد رجلا مثلي؟ يقول نوح: أفلا تعبد يغوث؟ وما كان إلا رجلا مثلي ومثلك. وسواع ويعوق ونسر. يقول نوح: مثلي ومثلك ومثل يغوث، كانوا رجالا يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق، هؤلاء من تعبدونهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.